ايش رديتي علي لما قلت لك واحد بيجي يقول لك لا عن جد في عندك واحد اسباني؟ طب سهل انا ما اعرف سنابتك يعني. لا شو تسوي؟ لا والثانية يمه يا الرقة بس. يعني ممكن الواحد يكون اسباني بس بيحكي عربي، يعني it happens انه انا بحكي اسباني فعادي. يا اسباني اظهر وبان عليك الامان، قل لها انت من تكون. يعني أفهم من كلامك هذا يعني إنك معجبة فيه. هذه المذيعة المتألقة في العربية سارة عبد العزيز، نعتذر لها لأن قبل سوينا لها فيديو ما فهمتنا غلط. أنا عن نفسي أنا أركب على نفسي فيديوهات عادي داوم مزح، بس مو لدرجة إنه نهين الشخص. أو فيديو نزلناه قبل هي تتكلم مع أبوها تقول له أنا من وين وهو يقولها من الشيقر وكذا، ركبنا فيديو عليه مزح يعني. ترى نتكلم كذا عشان تعبان مو خايف يعني. اسمع الله يلعنك، استغفر الله يا ربي. فيك يا ولد فيك، تشوفني وانا قامط انت ولا ما تشوفني؟ شفتك وانت قامط. الاعلامية ايش متألقة ها؟ اسمع انا عجبني المقطع هذا. دقيقة هذه المذيعة المتألقة في العربية سارة عبد العزيز، نعتذر لها لأن قبل ما ضبطت معي مرة، حاولت اوجهها يمين اجيبها يسار ما مشت الله العظيم يا اخي. احنا خذينا ايس كريم انا وابو سعد. ابو سعد بيقول لكم سالفه الحين بعد السنابه ذي. ابو سعد طبعا يداوم من منسوبي الهلال الاحمر، الله يعطيهم العافيه، يمسي عليهم كل منسوبي الهلال الاحمر، الله يوفقهم ويسعدهم ان شاء الله ويعينهم. فكان مداوم ابو سعد من المواقف الطريفه اللي تحصل لهم دايم، مو مره واحده تتكرر، اللي هي احتفالات العيد يعني واحد بزر صغير. المهم يجيه بزر، ايش قال لك البزر؟ بزر جاء وطق الدريش علي قال ابي 2 ايس كريم. مدعي ونقسم بعد ريال علي.